طيب أنا أكتر خطأين باشوفهم دايمًا منتشرة بين العملاء اللي أنا اشتغلت معاهم، هو الخطأ الأول إما الاستعجال، وهو إن كل واحد بييجي عنده طموحات كبيرة وعنده أهداف كبيرة وعنده أحلام فظيعة، وبيبقى متخيل إن هو ممكن يحقق الأحلام دي أو يحقق الأهداف دي بسرعة، ممكن مثلًا خلال شهر شهرين أنا عملت حققت اللي أنا عايزه. كل الحاجات دي بتضغط على الواحد إن هو بيكون مستعجل أكتر وأكتر، لكن في رحلة التغيير ورحلة التطوير المهني عامةً، الاستعجال بيبقى من الchallenges اللي لازم الواحد يتجنبها، ويبقى عارف إن الصبر هو أساس النجاح، الصبر والاستمرار. الخطأ التاني ساعات كتير باشوفه إن الواحد ساعات بيبخل على نفسه إن هو يستثمر في نفسه في المجال اللي هو عايز يكبر ويترقى فيه. فممكن مثلًا الاستثمار ده حاجات كتير، ممكن الاستثمار إن هو ياخد شهادة معينة، ممكن الاستثمار إن هو ياخد كورس معين، ممكن الاستثمار إن هو يخش في الcommunity دي تبقى محتاجة منه شوية وقت ومجهود ومذاكرة. أنت علشان توصل وتكبر لازم تستثمر، وفي المقابل استثمر بقى في حاجة تدّي لك ما يسمى بالreturn of investment. لكن هي مش زي الاستثمار المادي، مش زي الاستثمار في البورصة إن أنا حطيت 100 هييجي لي يا ترى 120 والّا 130 والّا 140. هي ما بتبقاش بالشكل ده في رحلة التغيير أو في رحلة التطور في تطور الإنسان، بتبقى أكتر من ناحية أنا استثمرت، فإيه المهارات اللي أنا اكتسبتها اللي ممكن تقرّبني من حلمي وتقرّبني من المكان اللي أنا عايز أوصل له. وجودي بقى في المكان اللي أنا عايز أوصل له ده بيبقى فيه benefits كتيرة بتيجي بعديه، منها بقى benefits إن ممكن مرتبي يزيد، benefits بقى إن أنا مكانتي الاجتماعية بتزيد، فبتفتح معايا مجالات أخرى من الbusiness ومجالات أخرى من الnetworking اللي ممكن تفتح معايا. يعني مش بتبقى بشكل مباشر زي الinvestment مثلًا في البورصة أو حاجة، ولكن بتبقى بشكل غير مباشر. ولكن الاستثمار في نفسي من أهم الحاجات اللي الواحد ما يبخلش على نفسه فيها. فده الخطأ التاني اللي ساعات كتير باشوفه.